من أنصار دحلان يرافقونهم وكثير من الحديث. وأوردت لنا وسائل الإعلام صور للقيادي محمد دحلان وسمير المشهراوي وغيرهم مع زكي السكني واستقبالهم له، وكأنه كان يعني أحد مطالبهم، وفي المقابل هم فتحوا المعبر، وهكذا تشابكات كثيرة جدا وتحليلات كثيرة جدا. ولكن الحقيقة التي يجب أن يعني توضع أمام وتبسط أمام الجمهور الفلسطيني حتى لا يقع ضحية الشائعات والأقاويل والتفسيرات والتحليلات المختلفة. الحقيقة أنه الجميع يعلم أنه زكي السكني هو أحد عناصر فتح في منطقة شرق غزة، وأنه هذا الرجل يعني ألقي القبض عليه أثناء الأحداث التي جرت في أواخر 2007 بداية 2008، وأنه أثر بحوزته على نوع من القنابل، إحداها أو العبوات المصنعة محليا، إحداها تشبه عبوة انفجرت في مجموعة من شباب حركة حماس وشباب القسام الذين استشهد منهم 6 أو 5 من الشباب في ذلك الوقت، وبالتالي ارتبط اسمه بقتل هؤلاء الشباب، علما بأن التحقيقات مع زكي السكني لم تثبت أنه كان متورطا في القتل مباشرة، إنما هو أحد العناصر الذين خاضوا عملية الصراعات ما قبل أحداث الانقسام، وأنه تم إلقاء القبض عليه وأصيب يعني في معركة معينة، وبالتالي عندما حقق معه يعني تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة، لكن بعد فترة تم استئناف على هذا الحكم وخفض الحكم من 15 سنة إلى 10 سنوات. أعتقد ال10 سنوات تنقضي بعد عام ونصف من الآن. صحيح. كل التقارير التي خرجت من داخل السجن قالت بأن الرجل يعني كان حسن السير والسلوك، وبالتالي تم التعامل معه كسجين حسن السير والسلوك، يحق له أو من الأشياء التي قد تمنح له أنه يفرج عنه بعد ثلثي المدة، وهو قضى أكثر من ثلثي المدة يعني للعلم، يعني إذا قلنا 8 سنوات من 10 يعني لم يتبقى سوى سنة. فكان هناك قرار بالإفراج عنه بمعزل عن قضية دحلان أو غيره. بالعكس يعني نريد أن ننوه هنا إلا أنه زكي السكني كان أحد مطالب الفريق الآخر عزام الأحمد، هو كان في أثناء المفاوضات مع حماس يطالب بالإفراج عن حتى نبيل شاعت حتى غيره، كانوا يطالبون بالإفراج عن زكي السكني باعتباره معتقلا سياسيا وليس جنائيا. فكان يعني السؤال هل تتحملون أنتم يعني المسؤولية عن ما حدث للشباب هؤلاء ال5 الذين قتلوا وعلاقة هذا؟ إذا كنتم فلم يكونوا يجيبون بنعم، وإنما قالوا نحن لا نتحمل مسؤولية أي شيء من هذه الأشياء، وهكذا إلى أن جاء الوقت الذي انتهى يعني حكمه يعني، وبالتالي الإفراج عنه جاء. بدأ الربط. يبدو أن مؤتمر السخنة وعين السخنة لم يكن ناجحا بدرجة كبيرة جدا تؤثر على جماعة عباس، فبدأ يعني إلقاء قنابل دخانية للتغطية على أخبار المؤتمر ونتائج المؤتمر بالحديث العاطفي عن صفقة وعن خروج ال4، وهذا طبعا تشكل بالنسبة للناس في قطاع غزة مادة مهمة جدا، وخاصة أهليهم وأنصارهم وحبايبهم، وإنما كلها فبركات وكلها أحاديث ملفقة من أجل دغدغة العواطف والتغطية على ما حدث في عين السخنة